الكاطو تاع اليوم نتوما تقولوا لي واسمو حلوه من الزمن الجميل. لي زونسيان حتاجكم كامل تبانوا في هذا لا فيديو. الكاطو هذا نقدموه بزاف في الدورات وزيد حتى في الاعياد والمناسبات عندنا. لازم يكون حاضر. الحاجه الاولى نفصل الصفار عن البياض، ندير 4 بياض البيض، قرصه تاع الملح، نضرب مليح حتى ندير الرغوه هذيك. نتحصلوا على هذه النتيجه ونجيبوا كاس غير ربع تاع السكر ما يعادل 145 غرام. حنعطيكم المقادير بالميزان ونزيد لكم بالكاس. هنا درت نص الكميه فقط. نطلع مليح ونجيبوا 4 صفار البيض ونص الكميه هذيك اللي بقات لي تاع السكر. نضرب حتى لون يبيض هذاك الصفار تاعي ونضيف له 70 غرام تاع الحليب يكون دافي، 70 غرام تاع الزيت، وهنا ما يعادل 4 كاس. نجيبوا هنايا كاس يكون معمر، درت له كاس غير 4 تاع الفرينه، 2 مغارف تاع الكاكاو ما يعادل 145 غرام. نخلط كما راكم تشوفوا سنيوه تاعي 30 على 40 وطيبت على 180 درجه. كريمه الزبده نحتاجوا 200 غرام تاع الزبده، زدت لها 2 مغارف تاع الزيت باش تجيني خفيفه هكذا، ونضيف عليها نص كاس تاع لاشونتين، نخلط مليح حتى يتضاعف اللون ويتبدل الحجم. وانا هنا جاتني شويه سانطه، زدت لها 3 مغارف تاع السكر كلاصي في الاخير وستعاود تخلط. وهنا بعد ما طاب هذاك البسكويت تاعي قطعته كيما راكم تشوفوا. هنا نروحوا نديروا كريمه الزبده تاعنا باش تجيني سهله. درت لابوش. الكاطو هذا زدت له اضافه رائعه اللي هو الفواغاج تاع التوت تاع فرويه، واللي فيه صح التوت من الداخل، يعني تاكلوا الكاطو هذا ومعه التوت من الداخل. وهنا اللي سي بيان هذاك الكاطو تاعي مليح حتى لوين تحصلوا على هذه النتيجه. الكميه هذه دارت لي 8 حبات، وانا درت هنايا المول تاعي شويه كبير، وانتم الا درتوا مول صغير يخرج لكم 12 حبه. البسكويت اللي كان بقى لي رحيت ورمته فيها، والتزيين يبقى اختياري. الوصفه تاع اليوم خبوها في عينيكم.